من أقوى أفلام الأكشن. شابين جون وتوم يا إخوان شرطة مهمة رسمية بدهم يدخلوا يقبضوا على واحد مجرم اسمه روج. بدخلوا الشباب، طبعا واحد مجرم لازم يكون عنده شوية عصابة يعني رجاله، بيتخطخوهم بيخزقوهم على الداير لحد ما يقدر جون بده يوصل للروج اللي هو الخطير بيسلخوا رصاصه، وقبل ما يقتله بيجي توم صاحبه بيخزق عينيه ب30 رصاصة وبزته في البحر، وهنا توم بكون اتأكد انه مات. بس المشكلة وين يا اخوان؟ المشكلة انه بعد يومين واحد خطير اللي هو نفسه بكون مش ميت بدخل على توم، بقتل مرته وابنه وبقتله وبحرق يا اخوان البيت فيهم كامل. بنفس هذا الوقت صاحبه جون بكون جاي يعني سهرة ترنيب وهيك الشباب بدها تسهر، بلاقي انه بيت صاحبه محروق وميت، وهنا بخف عقله لانه بلاقي نفس الرصاص اللي كان يستخدمه المجرم الخطير اللي اسمه روج. هنا بخف عقله وبيعرف انه ما ماتش. بمرق على الموضوع 3 سنين عشان روج يدخل على عصابة الياكوزا اللي هو كان فرد فيها، ويا اخوان بيقتل كل اللي فيها بطريقة غريبة عجيبة، وبالاخر الكلب اللي بيبعتوا له اياه بحط لهم فيه متفجرات وبيفجرهم كلهم وبقتلهم واحد واحد، حتى الرئيس تبعهم بطخه وبقول له سلم على الشهداء. ولما يجي جون يحقق في الموضوع بما انه شرطي بيلاقي نفس الرصاصة اللي بيستخدمها روج اللي قتل صاحبه توم، وبيخليه يحقق مع واحد من اللي عايشين بس على الفاضي. رصاصة بتهبله وبتأكد له انه اللي قتل صاحبه توم لسه عايش، وهذا اللي بيخليه يرن على مرته وهو خاف عقله. مرته بتهديه وتقول له طول بالك يا ابن الحلال طول بالك. هذا اللي بيخليه يجتمع مع فريق العمل تبعه ويبلغهم انه روج بيغير شكل وجهه كل 6 شهور بعمليات تجميل، وانه قتل هاي العصابة لانه صار ولاؤه لعصابة ثانية، لانه في واحد اسمه شيرو رئيس عصابة وفي واحد ثاني اسمه تشانغ رئيس عصابة. هدول في بينهم مشاكل لانه شيرو قتل اهل تشانغ واخذ كل محتويات بيته وباعهم في المزاد العلني ضايل بس حصانين. بدنا نركز على الحصانين هدول لانهم قصة القصة معلم. شو بدك بالطويل معلم؟ بنروح لروج اللي بظبط اموره بحبشتكن حاله، بفقع النظارة ابو غالي وبروح طيران عشان نتفاجأ انه بكون صار مع تشانغ اللي بقول له انت غدرت بشيرو وقتلت العصابة اللي كنت فيها، انا شو بعرفني انك انت تغدرني؟ قال له معلم انا مش تبع حدا، انا رئيس جمهورية نفسي من الاخر. قال له طيب تمام، هذا الزلمة قبل 30 سنة قتل عيلتي واخذ كل ممتلكات البيت، بدي اياك تساعدني واللي بدك اياه انا جاهز فيه، اللي بدك اياه انا جاهز فيه بس بدنا نخلص منه على الكامل. قال له عندي يا كبير عندي. نسيبه ونروح لشيرو اللي قاعد بتدرب مع حدا من الشباب، وواحد منهم بتحمس فبمزع وعي بقول له معلم انا اسف حقك علي، بقول له قوم حبيبي ولا عليك، ولسه بيعدل بقعدته وبشمط وبيقطع ذانه عشان ثاني مرة يتعلم. وبروح هذا بفرجيك قديش هو يعني هو زلمة خطير. بروح لبنته بقول لها اسمع يا بنتي في حصانين بدنا نبيعهم وانا ما راح اوثق بحدا غيرك، انت بدك تسافري على امريكا وتكوني قاعدة على راس المزاد تمام؟ بتقول له تمام. الكبارة جون بحط براسه القصة لأنه صاحبه مات، وبروح على الحي الصيني عشان يدور على أساس الرصاصة تاعت روج. فبيقابل واحد بيقول له معلم اسمع، هذا البني آدم كل عملية بختار دكتور تجميل بغير ملامح وجهه. الرابط المشترك بين هدول الدكاترة كلهم إنه كل واحد منهم بعد العملية بموت بطريقة غريبة، وكل اللي عملوا له عمليات ماتوا ما عدا واحد لساته عايش لأنه متخبي ومش قادر حدا يوصل له. قال له معلم إذا بتوصل له تعطيني قاله ماشي. شو بدك بالطويل معلم؟ الكل عينيه على الحصانات. روج بمسك الشباب اللي معه بيقولوا لهم في شرطي فاسد، بتعطوه المصاري هدول وهو بظبط الموضوع كله، هذا الشرطي الفاسد. وبنفس اليوم الشباب تاعون شيرو وهم قاعدين بيهربوا الحصانات بتيجي الشرطة بتمسكهم بتثبتهم كلهم على السياج، وبيقولوا لهم معلم بدكم تدفعوا مصاري عشان تهربوا الحصانات. ولما الشاب بعطيه مصاري بيجوا الشباب تاعون جماعة تشانغ بيخزقوهم كلهم وما بيخلوا ولا واحد، وبكون هذا كله من تخطيط مين؟ روج يا ابو الغوالي. لما يجي جون بقول له هذا الحكي ما بصير الا اذا شرطة وقفتهم، هيك في شرطة مرتشي في الموضوع. وجون بيعرف الطابق كله فبروح لمين؟ للخاين وبحشره بقول له معلم انت من ورا القصة. بقول له اجاني واحد اسمه روج وخلاني اعمل هيك لانه هددني يقتل بنتي ومرتي. قال له والله جد؟ قال له عن جد والله ما بمزح معك. ولسه طالعين من المكان اللي هم فيه الا بوكل الرصاصة بتوقعوا على الارض وبيموت. ولما بتبع له جون بيكون واحد بركض قاعد بضل يلحق فيه بس يا اخوان على الفاضي زي الحلم اختفى. طبعا بديش اقول لكم عن جيت لي اللي هو روج شو بيعمل، المهم اختفى وما قدروش يلقطوه ولا يعملوا اشي عشان جون يوصلوا تليفون من روج يقول له معلم انا اللي بتدور عليه، بدك تعرف وين الحصانات؟ بتروح على المستودع الفلاني وراح تلاقي الحصانات وانا ما بكذب. بقول له كيف يعني ما بتكذب؟ قال له معلم اسمع مني، قال له انا بدي في بيني وبينك ثار قديم. قال له لا انت ما بتعرفني، روح على المستودع وما عليك. وطيران الشرطة على المستودع عشان نكتشف انه المستودع هذا للبني ادم اللي اسمه تشانغ اللي هو رئيس العصابة اللي مشغل اصلا روج. بوقفوا على الباب وبيضطروا يدخلوهم غصب عنهم لانهم معاهم امر من الشرطة عشان يدخلوا يلاقوا يا اخوان
روج واقف بدون ولا إشي. وهذا اللي بيخلي جون يتفاجأ إنه روج واقف هون. بقول له معلم أنا في بيني وبينك ثار قديم راح أفقع وجهك عليه. قال له لا ما فيش بيني وبينك ثار قديم، أنت ما بتعرفني ولا أنا بعرفك. قال له بلا توم صاحبي أنت اللي قتلته. قال له لا أنا ما قتلتش. قال له لا أنت اللي قتلت، تطلع في عيني رصاصك هو اللي موجود. وببلش يشرح له وبقول له أنت معلم خنزير وبتعمل عمليات تجميل وإلى آخره. ولسه قاعد بيحكي معه عشان اللي معاه بقول له معلم ما لقيناش ولا حصانات ولا إشي. بيفقعوا صورة وبقول له هاي للذكرى معلم. شو بدك بالطويلة، اجتماع بين واحد من الموظفين تاعون تشانغ مع مين، مع روج. روج ببلش يخلط على خلطة ما بعرف يا اخوان شو وضعه فيها. ايش بيعمل؟ بروح بفقع زي من العصابة تحت تشيرو، بوقف قدام العصابة تاعت تشانغ اللي هو اصلا فيها، بيستفزهم شوي عشان يسحب واحد منهم وبكون هو اللي بده اياه عشان يقول له انت زلمة خاين وانت غدرت فينا. بفقعه 40 سيف وبقتله وبسيبه كامل واقف وبروح عشان يجي جون تاني يوم ويقول انه الموضوع كبر وصار بدنا نسيطر عليهم. يا اخوان بالحركة هاي روج شو عمل؟ وقع عصابة تشيرو مع عصابة تشانغ اللي هم اصلا مش طايقين بعض. وعشان اللي عملوا روج جماعة تشانغ بيجوا على المنطقة اللي فيها العصابة تحت تشيرو عشان ينتقموا للزلمة اللي مات. والشباب قاعدة والشرطة قاعدة بتراقب لأنه عارفين إنه الموضوع كله من ورا روج. ولما تصير فيه رصاص وقتل الشرطة بتضطر تتدخل لأنه الموضوع زاد عن حده وفي ناس كثير ماتت. بيحاولوا يتدخلوا قد ما يقدروا بأقل الأرواح، بس جون ما بيقدر إلا يقتل الكل وخصوصا اللي خلى واحد من أصحابه يتصاوب. فبيقرر يقتله وبدم بارد يا اخوان وبطريقة خلص لأنه الزلمة قاعد بموت صحابه واحد واحد. ولما بيطلع برا بيلاقي روج هارب بالسيارة. وهذا اللي بيخلينا نروح للجزء الخامس من فاست اند ذا فيوريوس عشان هون بتصير في سباق أهلي حربي عالمي بين الاثنين، بضلهم يلحقوا ببعض. يا اخوان روج مش قليل، يعني سائق ماهر على بالفصحى اذا بدنا نحكيها، لحد ما يقلب جون بالسيارة ويجي 600 شقفة ويقدر روج يهرب واموره عالي العال. عشان تكون المفاجأة يا ابو الغوالي انه بنته لتشيرو بتقول له ابوي مبسوط منك ومن ولائك وللمنطقة اللي وصلت لها مع تشانغ، هسا المطلوب منك تقتل تشانغ ومرته وبنته. يعني روج ما طلع اصلا خاين، روج قاعد بخلط عشان يكون بالعصابة. ولما جون يلاقي الدكتور اللي كان عمل له عملية تجميل بقول له معلم انا شفته قبل 3 سنين عملت له عملية وبعديها ما شفتوش وانا قاعد بهرب منه. بقول له معلم شو رايك تيجي معنا واحنا بنحميك؟ بقول له انا ما بقدر، هذا الزلمة مش هين. بقول له يا زلمة خلص عندي الموضوع، احنا بنرتب معاك وبنظبط لك كل اشي، مش هذا هو، خلص عندي الموضوع. بيقنعوا الدكتور. ومن ناحية ثانية بدخل واحد من الناس اللي بتشتغل مع تشانغ وبتقول له أنا أخوي انقتل عشانك فأنا بدي أقتلك. بقول له معلم أنت مجنون. بقول له شو مجنون؟ أنا بدي أقتلك زي ما أنت قتلت أخوي. بيفقع رصاصة، مين اللي بتدخل؟ روج. بقتل الاثنين. فتشانغ بفكر إنه خلص الأمور تمام، بس روج بقول له معلم أنا ما بخون شيرو، وبفقع رصاصتين وبقتله. وكمان بيقدر يدخل على الحراس ويقتلهم ويقتل مرت مين؟ مرت تشانغ وبنته. بس العصابة تاعت شيرو بتكون واقفة برا وبتقول له بدنا نتفوت نتأكد من الموضوع. وهنا روج بخف عقله وبيقتلهم كلهم، وحتى اللي بهرب بفقع رصاصة وبقول له نام في أرضك يا أبو الغوالي. والمشكلة وين؟ إنه كل هذا بكون متصور واصل لمين؟ لجون. حتى لما هرب مرت تشانغ وبنته كله واصل. وبنفس الوقت بوصل شيرو لأمريكا وبقابل بنته وبتكون الأمور تمام، على حد ما يجي جون ويقول له معلم شو بتعمل هون؟ طلع زلمتك اللي انت باعته. قال له مش زلمتي هذا، لا بعرفه ولا بشوفه. بقول له خانك وهرب مرت تشانغ وبنها. عشان يجي روج ومعاه شنطتين الحصانات اللي هم التماثيل، ويدخل على شيرو ويقول له معلم اتفضل تماثيلك يا ابو الغوالي. بقول له تمام وهي مصاريك، بس في شغله بدي اقول لك اياها يا معلم، احنا الخيانه ما بنحبها. انت ما قتلت لا مرت تشانغ ولا بناته، وينهم؟ بقول له ما بحكي لك وينهم. بقول له خدوه عذبوه فجروا عرضه. والمصيبة الأكبر بيعرفوا إنه التماثيل مزورة، وهون بتكون المصيبة. عشان روج يكشف عن أنيابه ويبلش ضرب في الزلام تاعون والعصابة تاعون شيرو ويفقع وجوههم واحد واحد. وكمان بيكون يا إخوان حاطط قنبلة جوا الشنطة وبفجر فيها المكتب تبع شيرو كامل، بسحب وبنسف ونسف. وبكون شيرو قدر يهرب باللحظة الأخيرة. ولما وقفوا قدام بعض عشان يتقاتلوا وهون بتكون المصيبة الكبرى. بقول له أنت كيف خنتني وليش خنتني؟ بقول له أنا ما خنتك يا معلم، روج الأساسي مات، أنا توم اللي قتلته ابنه ومرته، وعملت عمليات تجميل أكتر من 6 عمليات عشان أسير نفس شكل روج وأخبط على وجهك وأقتلك زي ما قتلت بنتي. والمصيبة العظمى بتكون لما شيرو يقول له قبل ما يموت إنه صاحبه جون هو الأساس في كل القصة وهو اللي دلنا على بيتك. هون بتكون الصدمة يا أخوان. يعني جون اللي طول الفيلم إحنا مفكرينه زلمة قد حاله طلع ساقط وبنحط له حزام السقاطة هيك الوسام اللولبي. وروج اللي هو توم أصلا صاحبه بودي هديتين، واحدة لمرته لجون وبيكون جوا الشنطة التمثال الحقيقي، والهدية الثانية لبنته لشيرو وبكون راس أبوها جوا الصندوق وبقولها
هذا إلك، بلشي حياة جديدة لأنه أنت ملكيش دخل بوساخة أبوك. شو بدك بالطويلة؟ بتصل روج في جون بقول له أنا بدي أشوفك يا خاين. بقول له خاين إيش؟ بقول له بس تيجي بقول لك، بس أشوفك نتفاهم يا أبو الغوالي. عشان لما يوقفوا قدام بعض ينصدم جون باللي بيحكيه قاعد روج اللي هو أصلا توم. بقول له أنا صاحبك يا زلمة، أنت بتخوني ليش؟ وببلشوا يدقوا ببعض يا إخوان، بس يعني لسه الصدمة بتكون بأولها لحد ما تبلش تحمى ويبلش الضرب والتكسير. طبعا الاثنين مش هينين، واحد جامد والثاني برضه لعيب كاراتيه، اشي من الفخامة يا غالي. وكل هذا التكسير والضرب ولسه جون مش مستوعب انه اللي قدامه صاحبه توم، لحد ما يبلش يشرح له بالتفصيل ايش اللي صار. انه لما دخل عليهم روج وقتل يقتل هو روج وبدل الدبلة عشان يفكروا انه توم اللي مات، وطلع وعمل 6 عمليات تجميل لحد ما صار بالشكل اللي هو موجود عليه. وكل هذا الحكي والتكسير والتطبيش والحرب اللي بيناتهم لساتها شغالة لآخر رمق، لحد ما يعترف جون لتوم انه معلم انا حقك علي، انا ما كانش قصدي هيك، انا كان بس قصدي اوصلهم لبيتك وهم بدهم يضربوك. لحد ما يكون في قناص مع جون بده يقتل روج، ورصاصة بتيجي بجون وبتقتله. وهذا اللي بيخلي روج اللي هو توم ياخذ سيارته ويغليها على الكامل.